صباح الخير البنات، صباح الخير الميمات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو ديالي ان شاء الله يلقاكم بصحه جيده وفي ظروف جيده واحوال جيده يا رب. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهمات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنقول لكم نتوما والاباء ديالنا الله يخليكم لينا والله يطول في عمركم والله يخليكم دائما تاج فوق ريوسنا. المتتبعات الوفيات ديالي، الغزالات اللي خداكم، الله يجازيكم بخير والله يعطيكم ما تمنيتوا في حياتكم. كل وحده كتضيع وقتها وكتبقى يعني كتبع الفيديوهات ديالي، كنقول لها الله يخدك وبارك الله فيك والله يجازيك بخير. وصراحه معاونين معايا. والبنات جداد كنقول لكم اختي مرحبا بكم في القناه ديالي، المشتركات جداد وكاع المشتركين كاملين مرحبا بكم في القناه ديالي من جميع الدول كيف ما كانت عربيه ولا اجنبيه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. يعني كلشي الاخوات الجزائريات، المصريات، السوريات، العراقيات، التونسيات، هادشي تبارك الله كله كيدخل عندي، وكنشوفوا في داك استوديو يوتيوب، كنشوف زعما الدول اللي متبعيني والدول الاوروبيه وهذا. الجاليه ديالنا المغربيه تنقول لكم نتوما الله يخطيكم وبارك الله فيكم على الوفاء ديالكم ليا والصراحه دائما متبعيني. الله يخطيكم كاملين، كنشكركم كاملين كلكم لا اللي في المغرب ولا اللي خارج المغرب ولا كاع اللي في الدول كيف ما كانوا. والبنات اللي باقيين ما اشتركوش كنقول لكم اختي غير اشتركوا معايا في القناه ديالي وما غتندموش ان شاء الله. وكنتمنى المهم تشتركوا وديروا لايك وتعليق زوين، الله يجازيكم بخير. المهم هذا فيديو جديد ونهار جديد، واش نقول لكم هذا النهار غير ديال الكوزينه. المهم ديال راكم عارفين، غير شفتوا من العنوان غادي تفهموا شنو هو هذا المسمار اللي طرقت. هذا المسمار لا ديال السفوف. ايوا المهم بديت بعدا الصباح بلا ما نبقى نقز في المار، المهم نمشي بمرحله بمرحله. المهم هنايا الصباح صوبت لهم حريشه، المهم وقهوه. هذا نهار ديال السبت. كان نيت الراجل ديالي صابح في الدار وبنتي ما كتقرا حتى العشيه صافي. المهم صوبنا حريشه، راكم دائما متبعين معايا الحريشه كتشوفوا شنو كيكون فيها. المهم فطرنا والحمد لله. وصافي جمعت الكوزينه ودرت شي شويه بالدار، وهنا جيت غنصاوب العسل، هو اول حاجه غادي نديرها. المهم العسل كان انا بالطريقه ديالي، يعني انا نشارك معكم كلشي، لا السفوف ولا العسل كلشي بطريقتي صراحه وناجحين. المهم هنايا كيف ما شفتوا راني جبت سنيده تما. الراجل ديالي ما لقاش ديال ديك الباكيه الكبيره ديال 2 كيلو، هو يجيب لي كيلو. المهم 2 كيلو ديال سنيده. كندير معاه يطرو ديال الماء، وكندير معها حامضه. ديك دابا درت حامضه كبيره هذيك. المهم هذه حامضه كبيره، وحيدوا منها دوك العظيمات ديالها، ما تخليوش العظيمات. صافي. وغادي نبقى نحرك بواحد المغرفه مزيان، نحرك مزيان. المهم نتوما كتشوفوا غادي نشارك معكم غير نحرك. المهم نحس به شي شويه داك الماء مع سنيده يعني تجانس صافي. وغادي نسد عليها، نسد على الكوكوط، وغادي نديرها على عافيه المهم مهيله، وغنخليها ساعه ونص تقريبا. المهم نتوما غير تدير ديك الساعه تبقاو تطلعوا عليها المهم حتى تشوفوا. المهم تنوريكم في الاخر تشوفوا كيف كيجي المهم كيف كيجي العسل. المهم غير بقاو متبعين معايا. وهنايا كيف ما شفتوا صافي كنت هنايا كنت طيبت العسل في هذه الوقيته هذه. المهم هنا راه حتى المهم يعني مورا الغدا هنايا ما شاركتش معكم الغدا. هنايا صافي درت طحين باش نديرو في الفران. وديك الطاسه اللي هذيك الطاسه اللي كنعبر بها هذيك راه عندي كتهز ليا نص كيلو ديال الطحين. تما درت 2 ومازال غادي نزيد عاوتاني، يعني غندير تقريبا 2 كيلو في السفوف، وخا ما غاديش نديرها كامله. ايوا المهم هنايا الجنجلان ديالي راني درتو في ديك المقله، والكوكوط غادي نبدا نحمر فيهم. هاد المقله هادي عندي تبارك الله زوينه، المهم مع غليظه كتصلح ليا، المهم كتصلح للتحمار، هذا ماشي مقله رقيقه صافي. هي غادي نحمر فيها كلشي. هنايا غادي نصهد، هذا ما كنحمروش هاد الا غير كنصهدو. غادي نصهدو شي شويه حتى هو، وغادي نحيدو صافي. وغنبدا عاوتاني نحمر في اللوز. صراحه اللوز وكاوكاو تا هما كنت كنديرهم في الفران، ولكن دابا حيت الفران عندي فيه الطحين صافي قلت نستغل الفرصه ما نبقاش نضيع الوقت نتسنى الفران حتى يخوى. ايوا المهم انا صافي راني حمرت داك اللوز. صراحه حتى في التحمار هكا في الكوكوط وفي المقله كيجي زوين. حتى العام فايت حمرتهم في الكوكوط.
وكيجيو زويونين وكيجيو مقرملين. المهم هنا كاوكاو حتى هو كنحمروه. هنايا الطحين صافي، هذه هي يمكن هنا هذه هي اللاطه الاخرى اللي بقات ليا، حيت درت 2 كيلو. المهم كل لاطه كندير فيها كيلو، وراه كما قلت لكم ما درتش انا 2 كيلو ديال الطحين كامله، ما بغيتش نقوي الطحين بزاف. المهم على حسب عيني ميزاني. المهم هنايا عاوتاني كيف ما شفتوا الا انت هو غير صهدتو. هنايا هذا النافع، يمكن نافع النافع. والمهم حبه حلاوه بجوجهم كنصهدهم. المهم راه قلت لكم انا كيتلفوا لي الاسامي ديالهم بجوج. المهم هاد جوج النافع وحبه حلاوه تا هما كيتصهدوا صافي. المهم صهدت هنايا كلشي هانتوما كتشوفوا انا راه كلشي حطيته وجدته، راه الطحين كاوكاو كلشي جنجلان تبارك الله. حتى هو الجنجلان راه كانت عندي 2 كيلو ونص. المهم حتى هي حمرتها صافي، وغادي نبدا من بعد غادي نبدا نطحن. المهم هنا راه قبل ما هنا راه طحنت بعدا شي حاجه. المهم غير هنا بغيت نشارك معكم اني الزبده. هنا نص كيلو ديال الزبده، وهنايا عندي هذا الزيت هادي راكم عارفين هاد الزيت. المهم زوينه ماشي بحال الزيت الاخرى، ولكن المهم هي غادي تقولوا لي راه زيت، ولكن المهم هذه شي شويه ناقصه في الضرر. المهم هذه كان راكم شفتوها الا كنتوا عاقلين. المهم اللي كان متبع معايا من الاول راه جاتني بديك الكرتونه اللي كانت جاتني الصراحه، وخليتها هذه خليتها على وديت السفوف وصافي. المهم انا درت في ديك الكاميله شويه ديال الزيت مع ديك الزبده، غادي نخليهم يطيبوا مزيان حتى تولي ديك الزبده نوازيط. وهنايا في المقله غادي ندير اللوز. كنت هذا اللوز هذا راه نشفتو انا يعني فسختو بليله قبل، وكنت خليته بداك الزيف كان في البلاطو، خليته بداك الزيف. المهم راه نشف ليا مزيان صافي. تا غادي نكب عليه الزيت وغادي نديروه يتحمر. وهذيك الزيت راه ما غاديش نضيعها، اللي غادي يتحمر فيها اللوز راه غادي نزيدها حتى هي غادي نزيدها عندي في السفوف. المهم ماشي زيت بزاف غادي تقولوا كثر الزيت، راه ما كامل تما، راه ما كاملش حتى نص لتر ولا هذا ما كاملش نص لتر. المهم قولوا بحال ربع بحال هكاك. والزبده اصلا انا جبت كيلو لارو، بغيت ما درت نص كيلو، قلت نخلي داك النص الاخر داك الربع الاخر ربما نحتاجو في الاخر. والساعه ما احتاجيتو صافي. درت غير داكشي نيت اللي كان في الكاميله وداك الزويته اللي في المقله صافي. المهم هنايا الهاشوار ديالي راني نضيتها. المهم حتى نقول لكم كيفاش رديتها كطحان. المهم انا راه برت ليها دوك الماس ديالها تبارك الله، ولات وطحنات ليا مزيان. المهم هنا راه كلشي طحنتو. انا ما كنطحنش حتى كنيل الصراحه. ما كنيلوش، حنا كنبغيو داك السفوف شي شويه يجي شويه حراش وهكا. ما كنبغيش انا داك المنيل بزاف اللي كيخرج المهم الزيوت. وكانت عندي تامولينيكس ديال العطريه حتى هي طحنت بها، هي طحنات ليا. المهم هاد القرفه وايلان وحب وهذا النافع وحبه حلاوه ومهم وداك الا زريعه الكتان. المهم هادو كلهم طحنتهم بديك مولينيكس. وحتى اللوز نص في مولينيكس ونص في الهاشوار، وكاوكاو حتى هو نص في مولينيكس ونص في الهاشوار. وهنا كيف ما شفتوا درت الطحينه ما درتش ديك 2 كيلو كامله، نقصتها راه غير نسيت ما وريت لكمش داكشي اللي نقصت. المهم بحال تقولوا درت كيلو 2 كيلو لارو بحال هكاك، بحال كيلو ونص. المهم وزيدوا عاد التغربيل داكشي اللي تغربل ليا. المهم هنا هذا الجنجلان وصافي. هذا اللوز اللي في الطبسيل البيض هذا ها نتوما كيف كتشوفوا كيف مطحون. وهذا الطحين هذا تقريبا المهم راه قلت لكم نص في ديك المولينيكس ونص في الاخر في الهاشوار. صراحه هاشوار منين مضيتها طحنات ليا مزيان. وهنايا كاوكاو هذاك اللي كنحل دابا بيدي هو اللي تطحن ليا بمولينيكس ديال العطريه، واللي من الجهه الاخرى راه درتو في الهاشوار. المهم انا غادي غير على حسب التصوير درت هنايا كلشي في هذه الساعه هذه غير باش نصور زعما شنو دايره. عاد من بعد غادي نقلب داكشي كله في بانيو وغادي نبقى نفرك المهم غير كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. المهم كنشارك معكم الطريقه ديالي وكنتمنى انها تفيدكم، ولا كان عجبكم السفوف ديالي كنتمنى انكم تردوا عليا في التعاليق وتقولوا لي شنو كاين. كيهمني الراي ديالكم الصراحه، شاركوا معايا الراي ديالكم. المهم هنا درت صافي ديك زريعه الكتان وهنايا ايلان ها هو هادو راه مطحونين مزيان ومغربلين. غربلتهم هادو اكثريه ايلان حيت هو قاصح خفتي يدوز ليا. المهم دوز ليا شي حاجه ما مطحوناش. وهذه المهم يا اما حبه حلاوه واما النافع. المهم 2 معالق اللي درت وشويه، وتا هذه غندير منها 2 معالق.
ومهم شويه وكلوا بحال نص 2 معالق ونص وصافي. المهم غير كنزيدو داك شويه وصافي. والقرفه حتى هي غادي ندير 2 معالق، المهم 2 معالق كبار. وغادي نزيد عاوتاني حتى هي منها واحد نص معلقه بحال هكاك، ماشي حتى نص، ما كاملش نص، غير المهم كنزيد ديك الجره الاخرانيه صافي. والسكر انا راه كانت عندي باكيه ديال السكر كلاصي وديك الزلافه حتى هي عمرتها. المهم في السكر المهم على حسب كل واحد وصافي القياس. وهنا المليحه ما نساوهاش ضروري منها. وغادي ندير ديك المسكه الحره حتى هي راني ها هي دي صافي راه طحنتها وغربلتها حتى هي. والكوزه حتى هي راه غادي نحكها. المهم الكوزه غادي تشوفوا شحال غادي ندير، ما كاملش حتى النص، غير المهم صافي ولفنا نديرو شي شويه من الكوزه وصافي. المهم غادي نبين لكم شحال يعني شحال حكيت، ما يمكنش ما غنديروهاش كامله. المهم غير المهم راه ما كاملش النص هنا تقريبا وصافي. يمكن هادشي اللي كان. اما غادي من بعد المهم هنا عاوتاني داك الجنجلان اللي حيدت راه نص كيلو ديال الجنجلان اللي خليت تما باش نديرو في يعني في الاخر. وهذه هي الزبده هانتوما كتشوفوا كي ولات راه رجعات بنيه، يعني خليتها كطبخ النيس مزيان وحيدت لها ديك الرغوه ديالها. وهذاك اللوز اللي حمرت. ايوا المهم صافي راه كلشي قلبته في داك البانيو حيت ما نكسع، غير قلت لكم غير التصوير صافي صورت فيها وقلبت كلشي تما باش نيت يلاه يجيني الفريك مزيان. المهم انا راه درت عرفتي راه محدي انا كنفرك يعني شنو نقول لكم كنفرك وكندلك وكلشي وداك السفوف تيخرج الزيت ديالو، كيزيد ما كيخرج الزيت ديالو. يعني انا درت غير داكشي اللي كان عندي في الكاميله وداك الشويه اللي قليت به اللوز وصافي. جاني بحال اللي تيدم عاد صافي. هنا في هذه المرحله انا راه فركتو شي شويه وغنزيد داك الجنجلان راه درتو هنايا زعما قلبته في الطبسيل. وغنزيد حتى داك اللوز حتى هو. المهم اللوز هنا راه درت زلافه يعني يقولوا رابعه ديال اللوز. هذا اللي مقلي رابعه ديال اللوز. انا داك الكيلو نقصت منه زلافه، يعني ديك زلافه فيها رابعه، ديك الزلافه الكبيره ديالي انا صافي. وغنبقى نيت نفرك فيه تنحس نيت نعرف راه يعني دخلوني دوك العناصر مع بعضياتهم وتزيت كلشي تزيت. والمهم هنا زدت السكر راه في الاخر غادي تشوفوني غادي نبدا نذوق. المهم انا ما كنكثرش السكر بزاف، غير المهم كل واحد وعلى حسب يعني السكر ما يمكنش نقول لكم شحال درت فيه، كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. والمهم وصافي. نتوما غتشوفوا هنا راه شتي هو راه بديت هانتوما يعني بحال اللي كورتو دغيا تكور ليا يعني طلق لي دام ديالو بزاف. هنا هانتوما راه انا كنت كنذوق. المهم ضروري انا هي الذواقه. وهنايا هذا هو العسل انا كنوريكم فاش هذا فاش طاب. انا كان منين طاب راه ما خليتوش حدايا تما، راه كنت هبطته الارض وخليته المهم في هذا حتى ساليت باش نبين لكم حاجه بحاجه. المهم حتى يولي لكم داك الحامض بحال فيه داك الكولور هكاك مغلوق، عاد تعرفوا العسل ديالكم راه طاب. المهم انا خليته ساعه ونص. وهنايا غنزيد ليه المسكه الحره غادي نفرتتها المهم تما مزيان. وغادي هانتوما غادي تشوفوها وغادي نديرها في تما مع العسل. وغادي نرجع داك العسل غير واحد 10 دقائق بحال هكاك يغلي على ما تذوب فيه ديك المسكه الحره صافي. وغادي نطفي عليه. المهم نتوما على حسب القوام اللي بغيتوه يعني شويه ثقيل غادي تزيدوا ليه شي شويه في الطياب، بغيتوه خفيف غادي تزيدوا ليه. المهم كل خطره طلعوا عليه. هنايا الغد ليه على ما برد ليا العسل. هانتوما كتشوفوا ها هو العسل كيف جا، ها هو جا ثقيل يعني هو راه خاصو مده باش يبرد. ها هو جا الصراحه على مزويناتو وكيجي حتى بداك المذاق ديال ديك المسكه الحره وهذا والحامض كيجي مذاقو زويون صراحه. انا ما كندير فيه لا قرفه لا قرنفل لا ديك الباديانه ولا حتى حاجه ما كنديرها من هادشي، غير السكر غير سنيده والحامض صافي. وديك المسكه الحره كنديرها في الاخر صافي كيعطي مذاق زوين يعني. وكيصلح لك داك العسل ديريه في جميع كلشي، ماشي ملي كتنسميه بشي حاجه كيجي صعيب انك ديريه في شي حاجه اخرى عاوتاني ما خصهاش تكون فيها ديك النكهه يعني. اللهم نخليوه عادي بحال هكا. وهنايا السفوف ديالي ها هو وجد راني درتو في هذا الطبسيل الكبير هذا باش يعني باش نقدمو باش تشوفوا كيف كيجي. انا راه ما كنديروش حنا داك السفوف اللي كيكون معلق، خاصو يكون عندنا بحال تنديرو حنا بحال هكا مفرتت يعني ما بحال هكا. المهم ما كان تيكون
اش نقول لكم؟ ما عرفتش ما نقول لكم. المهم ماشي داك المعلك اللي كيديروا الاغلبيه ديال الناس، حنا ما كنبغيوش بحال هكاك صراحه. هكا كيعجبنا بحال هكا يكون حرش، والمهم وبحال هكا كناكلوه مفرتس. وصافي زينتو تما باللوز. هانتوما كيف شفتوا التفصيل جا غزال صراحه. واخا غادي تقولوا شكا راسو داز من هنايا. ايوا المهم هادو هما السفوف ديالي. المهم تهنيت صافي. ايوا المهم انا السفوف صافي تهنيت منها الحمد لله، صافي ساليتها. المهم بقات لي الشباكيه، المهم ماشي بحال السفوف. وهنا كيكون الفيديو ديالي سالا، وكنتمنى يعجبكم. وما تنساونيش عفاكم من الاشتراك ومن اللايك والتعليق زوين. الله يجازيكم بخير. وهنا غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في رزقكم وباي باي.